هلا وبنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون زينين وتشوفون هذا الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم. وياكم هيلانا فصل وتعلم ويانا. شوفوا بنات، عندي هاي القطعة هي مترتين ونص. انا راح اخذ منها بس متر ونص مغسولة هاي القطعة بنات. راح افصلها فستان العمر بنوتة 5 سنوات، يعني 4 سنوات، 5 سنوات. اللي راح اخلي لكم القياسات هسه اللي راح اخذها. مثل ما شفتوا الفستان انا خليت لكم اياه اول شي بداية الفيديو. شوفوا بنات، عندي هاي القطعة طبقتها 4 طبقات. راح اخذ البدل مالتها لان الفستان اكثر من قطع الفستان مالتها. فهنا راح ارتب البدل مالتي حتى اخذ القياسات بنات. مثل ما قلت لكم القياسات عمر 5 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، هذا يلبس القياس. فشوفوا راح اخذ الطول مال البدن مالتي وبعدين ابدي اخذ القياسات. طول البدن عندي 28 سنتيم. راح اقصه عدل وبعدين ابدي اخذ القياسات. شوفوا هنا عندي متلفلفة قد ما ارتبها القطعة لان مكرمشة غسلتها وتاركتها على صفحة صار لي فترة. فهسه بديت افصل بيها. شوفوا بنات، عندي فتحة الرقبة 7 سنتيمات. راح اخذها واخذ مال الكتف 6 سنتيمات بنات. انتبهوا لان القياسات ما اريدها تكون كبيرة عليها وتصير دلعة على البنية. فمثل ما تشوفون عندي نزال مال الرقبة 4 سنتيمات واسويها على شكل دائرة مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. وعندي مال الكتف راح انزل سنتيم واحد واسويها على شكل ميلان حتى شنو ما تصير عندي مثل المبوطة. وعندي النزال مال الردن مالتها 17. والخصر مالتها راح اخذ العرض اخذته 25 سنتيم بنات. مثل ما تشوفون انا القياسات كلها حاطتها لكم على الشاشة. اللي حاب ياخذ بالشبارة هم راح اسوي لكم اياه هسه. شوف عندي النزال مال من تحت الابط الخصر مالتها راح اخذ 6 سنتيمات بنات وبعدين اخذ الطول مالتها. شوفوا انا مو خذيته بالبداية، قلت لكم الطول اخذته 28 بس انا هسه هنا قصرته لان حسيته يكون كبير عليها البنية. فشوفوا الطول مالتها تقريبا صار عندي 25 سنتيم. هنا سويت لكم بالبداية بنات الكتف مالتها فتر، الردن مالتها فتر، الطول مال الأبط لحد الطول مال الخصر مالتها هم فتر. مثل ما تشوفون يعني إذا حابين تاخذونها بالإيد أو تاخذونها بالسنتيمات فخليت لكم إياها كلها. إن شاء الله يكون الشرح مالتكم. أتمنى من يابكم إذا تشاهدون الفيديو أتمنى تحطوا لي لايك واشتراك بالقناة اللي ما مشترك حتى كل ما أنزل جديد يجيكم الإشعار مالته. بس أتمنى إنه هسه انتوا جاي تشاهدون الفيديو تحطوا لي لايك على الفيديو حتى كل ما أشوف عليه تفاعل قوي أنزل لكم فيديوهات ثانية. هنا راح أنزل سنتيمين بنات وأكبر فتحة الصدر عندي وهم يعني أسويها على شكل دائري. وآخذ من حفرة الردن هم سنتيم واحد حتى شنو يصير عندي الظهر يختلف عن الصدر. شوفوا القياسات بنات، اخذ بس سنتيم واحد القياس مال الصدر مالتي. اما الظهر نهائيا ما العب بيه ولا اخذ منه شي. هنا هسه اجي اخذ الطبقات اللي تصير على الفستان بنات. شوفوا راح اخذ الطبقات عندي بالطول مال القماش. اني خذتها فصلتها هاي القطعة بالطول بنات، ما فصلتها بالعرض حتى يكون عندكم علم. همينة يصير عندي قماش اكثر لان هي مال بنوته حتى ما تصرف عندي قماش هواية. فشوفوا هنا بنات انا طبقتها 4 طبقات يعني راح تطلع عندي 4 قطع. هنا عندي طول الكركش مالتي 74. اما العرض مالتها 25 سنتي بنات. راح اقصها مثل ما شفتوا انا طابقتها 4 طبقات يعني راح تطلع عندي للظهر وتطلع عندي للصدر الكلوشة مال البدل.
هسه اجي اخيط الفستان وياكم، واول شي اسويه لازم اخيط الكسرات مال البدله. فشوفوا بنات عندي هاي الباية هي تسوي الكسرات، راح اشيل الباية مال ماكينة مالت العدل واخلي هاي راح تطلع عندي الكسرات كلش حلوة وبنفس الوقت متساوية عندي الكسرات. فانصح اللي مثلا اللي حاب يخيطها يجيب من هاي الباية كلش حلوة، راح تساعدكم على الكسرات مالتكم. ما راح تتعبون بيها، مجرد انه تخيطونها وهي تسوي الكسرات مثل ما راح تشوفونها هسه. راح يسألني منين جبتيها؟ بنات راح تلقونها عدة بالقيراجات، اللوازم اللي تشترون منها من القيراجات راح تلقونها عدة. سعرها 2000 دينار هي بس الباية سعرها 2000 دينار. شوفوا بس مجرد ما خرطتها بالماكينة سوت عندي هاي الكسرات. بس اذا تسحبون القماش وانتوا جاي تخيطون ما تسوي عندكم كسرات نهائيا، تخلون القماش على راحته حتى هو يسوي كسرة منه وبي. مثل ما تشوفون انا مخليتها على راحتها، بس مجرد انه اخيط واعوفه. بس اذا سحبت القماش حيل ما راح تسوي عندي كسرات نهائيا، فاخليه على راحته حتى تصير عندك كسرات. شوفوا هنا بنات من خيطتها طبقة البدن والظهر. ما أعرف قلت احتمال تصير ضيقة عليها ما يدخل راسها، فقلت خل أسوي لها فتحة من ورا، أخلي لها دقمة هي تتحكم بها تفتحها وستها ما تأثر. إذا مثلا البنية راسها كبير وما يدخل بالبدلة فهاي كلش راح تساعد أخلي لها فتحة من ورا هي تقدر تتحكم بيها. راح أخلي لها دقمة أني تقدر انه شو وقت ما تلبسها انه تفتح الدقمة وتطبب راسها بكل سهولة. فقلت خل اخلي لها، ليش بعدين انه تقولي راسها كبير بنتي وما دخل بيها الفتحة مسويتها صغيرة. فقلت هاي كلش راح تساعد الاطفال، وضروري انه تحطونها للاطفال، لان اكو بعض الاطفال تسوي لهم الفتحة يعني حلوة ومرتبة بس ما يدخل راسهم. فاحنا دائما الاطفال نخلي لهم هاي الفتحه تصير من الظهر، هم يتحكمون بيها وبنفس الوقت ما تصير عندك دلعه الفتحه مال الصدر مالتها همينه. فشوفوا انا بطنتها الها بهاي الطريقه، وراح اخلي لها الدقمه هسه
هم راح تشوفونها بنهاية الفيديو. وهنا بديت أكف بالحفرة الردن همينة، أكفها كفة بسيطة حتى ما يتسلت عندي الخيوط. ومثل ما تشوفون راح تخلص عندي البدلة، ما طولت عندي تقريبا ربع ساعة. خذت من يمي هاي البدلة، بس طلعت نتيجتها كلش حلوة. شوفوا الفيديو للنهاية وشوفوا النتيجة مالتها. هنا عندي راح أرتب القطعة وآخذ فتحة الصدر والظهر همينة، آخذ القياس مالتهن حتى أريد أبطنها. شوفوا راح يطلع عندي القياس مال فتحة الصدر لحد فتحة الظهر 24 سنتي بنات. شوفوا 4. فراح آخذ وصلة على شكل مسطرة. هسه راح آخذ القياس وياكم همينة وأبطن حفرة الرقبة عندي. بنات هنا أريدكم تنتبهون وأنا جاي أخيطها ما أخليها ويا حفرة الظهر مالتي. أطلع منها تقريبا أصبع، لأن حتى من أقلبها أكفها وياي، يعني ما تظل عندي تتسلت الخيوط مال القطعة مالتي. شوفوا بهاي الطريقة داير ما داير حفرة الصدر أخذها ويطلع عندي طول زيادة ما أريده نقصان. هنا عندي بدأ يخلص الفستان مالتي بهاي الطريقة بنات. راح أربط الفستان عندي من الجوانب، وهمينا راح أخلي له أحزام على الخصر. أحلى شي هو الفساتين إنه يكون بيه حزام تقدرين تتحكمين بيه انتي، تسوينها إلها ضيقة أو تعوفينها هيجي بعد حسب انتي شلون تردينه. وهمينه خليت لها على الكسرات خليت لها قيراج أبيض. هسه ورا ما اخلصها راح تشوفون النتيجة مالتها كلش حلوة. ان شاء الله يكون الفيديو مالتي واضح وافتهمتوا علي وافتهمتوا على الشرح مالتي. اذا واضح اكتبولي بالتعليقات انه الشرح مالتي واضح ومفهوم همينه، واي شي انتوا حابين تسألوني اياه اكتبولي جوا بالتعليقات وانا راح اجاوبكم بنات. وهنا عندي خلص الفستان مثل ما تشوفون هاي النتيجة مالته بنات. أتمنى تعجبكم وأتمنى تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. بعد السلامة بنات، أحبكم هواية. باي باي.